المحليات الصناعية بنستخدمها عشان نقلل استهلاكنا للسعرات الحرارية من السكر الأبيض فنقل في الوزن. فهل هي فعلا بتساعدنا نخس؟ تابعوا معايا لآخر الفيديو. أنا ساندي العسال وده ABC تغذية. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة. المحليات الصناعية سواء مصنعة كيميائيا أو من مصدر طبيعي زي الأسبرتام والسكرالوز والستيفيا والسكرين بتزود من إحساسنا بالجوع فناكل أكتر وناخد السعرات الحرارية اللي ما أخدناهاش من السكر ويمكن أكتر، فبالتالي مش هتساعدك إنك تقل في الوزن. ومش بس كده، دي أثبتت الدراسات العلمية الحديثة إن المحليات الصناعية بجميع أنواعها بتغير من ميكروبيوم الأمعاء، فبتخلي عدد البكتيريا الضارة تكون أكتر من النفع، وبالتالي هتأثر على جهازك المناعي، وكمان بتسبب انتفاخات وسوء هضم وممكن تؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي. والمشكلة الأكبر إنها بتأثر على مراكز التذوق عندك لأن حلاوتها أكبر من حلاوة السكر العادي بمئات المرات، فهتقلل من تقبلك للأكل الصحي زي الفاكهة وتحس كمان بمرارة لما تاكل الخضروات والحبوب الكاملة. وبعض الأبحاث الحديثة أثبتت إن بعض أنواع المحليات الصناعية بتأثر على التمثيل الغذائي للجلوكوز فترفع من سكر الدم وبالتالي بتزيد من خطر الإصابة بمرض السكر. وكمان بعض المحليات الصناعية زي السوربيتول والإليثريتول بتسبب الانتفاخات والإسهال، فالأفضل إننا نبتعد عن أي منتجات محلية بالمحليات الصناعية، الحاجات اللي هي زيرو كالوري. ولو هنستخدم المحليات الصناعية في التحلية نختار اللي من المصادر الطبيعية ونستهلك كيس واحد في اليوم على الأكثر، أو نبتعد عنها تماما ونقلل تدريجيا من استهلاكنا للسكر الأبيض، وده اللي هيصلح براعم التذوق عندك وما تبقاش عاوز الطعم المسكر قوي. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير للفيديو، ولو عندكم أي أسئلة اكتبوا لي في التعليقات.